السلام عليكم، ازيكم؟ ان شاء الله كنتم بخير وصحة وعافية. اهلا وسهلا بكم في قناة منوعات بكوري. لو ما كنت مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس عشان يصلك كل ما هو جديد. ما تنسى تعمل لايك وتشير الفيديو وتخلي لي تعليق ظريف ان شاء الله. ورمضان كريم علينا وعليكم، ينعاد كده علينا وعليكم باليمن والخير والبركات والصحة والعافية، وربنا يعم الأمن والاستقرار في السودان وجميع بلدان المسلمين إن شاء الله بإذن تعالى. وإن شاء الله تكون آخر الأحزان لنا وجميع الأمة الإسلامية بإذن الله. زي ما شايفين هعمل معاكم اليوم صوابع البورك بطريقة سهلة وبسيطة جدا، حشوة لذيذة وبسيطة ومكوناتها بسيطة. زي ما شايفين هنا عندي دي العجينة بتاعت البورك جاهزة، بشتريها جاهزة بالطريقة دي. وعندي هنا التونة، بعمل الحشوة بتاعت التونة. عندي هنا النوع ده من التونة، ممكن تستخدموا أي نوع. عندي 3 علبة، وعندي بصلة صغيرة مقطعاها صغار، وعندي فص ثوم، وعندي ملعقة صغيرة فلفل أسود، وصلصة وشطة. الشطة طبعا مهمة جدا. وعندي هنا شوية من الدقيق بضيف عليها موية علشان بعدين أقفل بيها الصوابع. أول خطوة هعملها هنا عندي طوة خدتها على النار فيها شوية من الزيت. بجي بضيف البصلة بتاعتي زي ما شايفين بالطريقة دي. بقلب البصلة لحد ما تاخد لون ذهبي زي ما شايفين كده هنا بالطريقة دي. بقلبها كويس لحد ما تاخد اللون ده. بعد ذاك بقوم بجي بضيف البهارات بتاعتي. بجي نازلة أول حاجة بالثوم والفلفل الأسود كده زي ما شايفين، وبقلبهم شوية كده. بعد ذاك بضيف الشطة والصلصة. الشطة طبعا بالنسبة لنا مهمة شديد في الحشوة دي بالذات، في الحشوة بتاعت التونة. زي ما شايفين كده بقلب البهارات كده مع البصلة، خليها تتشوح شوية بالطريقة دي. وبعد ذاك بجي بضيف التونة بتاعتي كده زي ما شايفين. دي العلبة الأولى بجي بضيفها كده. كده بضيف علبة علبة، بقلب كده كويس. بعد ذاك بجي نازلة بالعلبة التانية، وبعد العلبة الثالثة زي ما شايفين هنا كده بالطريقة دي. كده بالطريقة دي. دي العلبة الثالثة. طبعا التونة مملحة، ما محتاجة لملح، ما بنضيف أي ملح. وكده خلاص قلبتها لحد ما اتشوحت كويس كده مع البصلة. وكده زي ما شايفين باعتبار الحشوة بتاعتي بقت جاهزة. البصلة استوت. بقلب بس لحد ما البصلة تستوي لي زي ما شايفين هنا. عندي هنا الدقيق حق بيل، بقوم بضيف عليه موية، بعمل عجينة كده تكون قوامها يكون يعني متوسط، لا سائلة شديد ولا قوامها ما يكون تقيل شديد، بس عشان أقفل بيها الصوابع بتاعتي زي ما شايفين كده بالطريقة دي.
بعد ذاك بجيب العجينة بتاعتي زي ما شايفينها كده، هي زي عجينة السمبوسة، وما شاء الله كميتها كتيرة جدا. انا ما هستخدم الكمية دي كلها، بستخدم بس جزء منها. يلا زي ما شايفين انا بحشي بالطريقة دي. ممكن تعملوا حشوات تانية، ممكن بلحمة مفرومة او بجبنة، بالحاجة اللي انتوا بتحبوها كده زي ما شايفين. بعد ذاك بقوم بشيل الاطراف بتطبيقهم كده بالطريقة دي علشان اقفل الجوانب كويس كده زي ما شايفين، وبلف زي ما شايفين، بلفها كده بالطريقة دي. بعد ذاك بجي بضيف العجينة اللي عملتها قبل دقيق وموية كده، بس حاجة بسيطة كده، اتقفلت لي كويس. وبقوم بخلص كل الكمية بنفس الطريقة، بلفها كده بنفس الطريقة. وكده دي الكمية اللي أنا محتاجة ليها، عملت لي تقريبا 12 قطعة. وده باقي العجين هحتفظ بيه في التلاجة، استخدمه للمرة الجاية. كده زي ما شايفين. بعد ذاك بجي لمرحلة التحمير. عندي طوة كبيرة بضيف عليها زيت متوسط، ما يكون غزير شديد. بكون مشغلة عليه النار. الزيت درجة حرارة الزيت ما تكون عالية شديد كمان، لأنها بتستوي سريع ما بتاخد وقت. زي ما شايفين كده بالطريقة دي، قلبتها لحد ما أخدت اللون الذهبي ده، لون جميل جميل جدا. كده زي ما شايفين. ما تخلوا الزيت يكون ساخن شديد. كده زي ما شايفين أخدت لون ذهبي جميل جميل جدا. وكده خلصنا كل الكمية. وكده دي النتيجة النهائية بتاعتنا. اللون جميل والريحة حكاية تانية، والطعم لذيذ جدا زي ما شايفين، ومقرمشة. اللون ما شاء الله، والريحة في عالم تاني زي ما شايفين كده. وكده بنكون خلصنا وصفتنا لليوم. ما تنسوا تعملوا لايك وتشيروا الفيديو وتخلوا لي تعليق ظريف إذا عجبكم الفيديو. وإلى أن نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. مع السلامة.